تعالَ أقول لك من ضمن الحاجات اللي مبطئة لك الجهاز ومخلية الجهاز بتاعك تقيل، إنك منزّل لِستة من البرامج التقيلة والكتير جدًا اللي ممكن تكون أنت ما تعرفش عنها حاجة على الويندوز عندك، أو بالإضافة للناس المحترفين اللي شغالين بapplication وبرامج تقيلة بتحتاج activation أو serial أو crack ويحصل إن البرنامج بتاعه دوّة يحصل له expire أو التنشيط بتاعه يُقف، فيروح رايح شايل البرنامج ومسطبه تاني من الأول تاني عشان يشغّل البرنامج، فيُفاجأ إن البرنامج ما بيشتغلش أو ما بيحصلوش activation أو تنشيط. الخلاصة نهاية الموضوع دوّة أنا جِبت لك برنامج بيقوم بإزالة البرامج من جذورها من جوّه الregistry كده من جوّه الwindow، علشان لو أنت تقدر تسطّب البرنامج تاني يقدر البرنامج يتسطّب معاك بمنتهى الكفاءة. تاني حاجة تشيل برامج كتيرة أنت ما بتشتغلش بيها عشان توفّر الرام بتاعتك أو توفّر مساحة على الهارد ديسك. الخلاصة جِبت لك برنامج IOPIT uninstaller